ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البرازق، وهنعمل البرازق بطريقه المخابز المصريه، واحنا بنعملها هنا من غير ما نحط الفستق. لكن لو في امكانيات نحط الفستق هنحط الفستق، فانت في البيت ممكن تحطي الفستق. هو بيتحط سمسم وبيتحط فستق، لكن هنا نظرا انه غالي جدا 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 فما ينفعش في المخابز يعملوه ويبيعوه بسعر كبير، لان هيبقى كده محدش هيقدر يشتريه. ففي مخابز هتعمله وتبيعه بسعر عالي علشان الفستق سعره عالي. يلا بينا بسرعة كده بقى نعمل البرازق. معانا في الحلة قدامكم 4 كيلو دقيق، 4 كيلو دقيق، عليهم كيلو سكر بودرة، عليهم كيلو سكر بودرة، 4 كيلو دقيق عليهم كيلو سكر بودرة، عليهم كيلو زيت. هتقولي لي زيت، هقول لكم زيت لان هنستعمل معانا كمان الزبده. أربعة كيلو دقيق، كيلو سكر، كيلو زيت، ومعانا كمان فانيليا. هيبقى حسب الكميه اللي انت حطاها فانيليا. يعني لو انت عامله نص كيلو عامله كيلو هتحطي 3 اكياس ولا حاجه. احنا طبعا هنحط كميه. كيلو زبده طاهي متقطع، بتقطعيه عشان يسهل خلطه مع باقي المكونات. ومعانا معلقة صغيرة ملح، ونشغل حلة العجين لحد ما العجين بتاعنا ده يبقى خليط كريمي. نسينا حاجة مهمة جدا، كنتوا فكروني، نسينا تكوين بيكنج باودر. انا بالنسبة لي في العجين هنا تكوين بيكنج باودر. انا هكتب لكم في صندوق الوصف الكمية المطلوبة، الكمية المطلوبة بالكيلو. يبقى حطيت من 4 كيلو، كيلو سكر بودرة، كيلو زيت، كيلو زبدة الطاهي أو مرجلين، معلقة صغيرة ملح بكوين بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة بومبي من الفانيليا. عايزة تستعملي أي منكهات تانية مفيش أي مشكلة. هنلف العجين وأوريهولكوا لما يبقى قرب يكون جاهز. شايفين معانا العجين عمل ازاي؟ عجين من غير ميه زي ما بنقول دايما. هنحط كل كيلو فيه 200 مللي ميه، 200 مللي ميه. احنا حاطين السكر وحاطين النكهات وكل حاجه، هنستخدم الميه. ممكن تستخدمي حليب زي ما انت عايزه. هنحط 200 مللي ميه، العجين بتاعنا بيتلف شويه شويه. ممكن تحطي مع الحاجات الجافة في الأول لبن بودرة، ده بيعزز النكهة وبيخليه جميل جدا وبيعدل كمان من لونه في الفرن. بس احنا نظرا لان الفترة دي لسه صيام فما استخدمناش اللبن بودرة، بعدين هنستخدمه في وصفات كتير زي كده.
خلاص العجين بتاعنا خلص، هنقفل عليه يرتاح 5 دقايق مش اكتر على ما نجهز السمسم والصدار والكلام ده. نرجع لكم تاني. احبائي، ده السمسم او الكفر اللي هنعمل بيه البرازة. السمسم معانا بيتحط عليه كتر او شراب، كتر او شراب او عسل تقيل. انت ما عندكيش لا كتر ولا شراب ولا عسل تقيل ولا عسل ابيض، طب هتعملي ايه؟ طبعا بحكم ان انا اغابي بنت الحلواني كنت بشوف بابا بيتصرف ازاي في الحالات دي، فهنحط، شوفوا كده معايا، هنحط سكر كتير. شايفين كمية السكر دي؟ هنحط كمية سكر وهنرش السمسم بتاعنا ده بالميه. يبقى حطينا كمية سكر كتير على السمسم وهنقلبه في قلب بعضه كده ونرش عليه ميه. حطينا السكر هنقلبه، سوري، هنقلبه الاول. شوفوا ده نتقلب كل السكر مع كل السمسم. كنا بنعمل كده في المخبز. بابا قال لي كمان ممكن نستخدم العسل الاسود، ممكن نستخدم العسل الاسود، بس دي كان بيتصرف كده لما ما يكونش فيه خلصان او حاجة تحت اي ظرف يعني. والسمسم بتاعك بيكون محمص وتدعكيه كده عشان ريحته تطلع. ايوه كده يبقى تمام. امتى؟ لما تسيبي كده وايدك تبقى بالشكل ده كده، السمسم بتاعك تمام. ممكن تزودي كده زي ما ايدك هتلم العجينة بتاعتك هتلم. طبعا ايديكي مغسولة اكيد يعني. ادي العجين بتاعنا بنقسطه. الحجم اللي انتي عايزاه. ممكن تعملي بميزان اللي انتي عايزاه، تخليها زي القرصة، اكبر من كده شوية ماشي. وحطها كده. الحجم يرجع لك. في بيحبوه صغير جدا على ايدك كده. انا عشان الحجم يبقى متساوي انا كبرتها شويه. بكل سهوله. عايزاكي لما تعملي شويه حاجات زي كده تفتكري المقربين ليكي اللي ملهمش حد، حماتك، والدتك لو كان محدش عايش معاها. تفتكري دايما وانت بتعملي الحاجة الحلوة الناس الحلوة اللي الزمن جعلهم في يوم عايشين لوحدهم، او الناس اللي ظروفهم صعبة جدا لدرجة ان مش هيشتروا حلويات، يعني هم مش قادرين يجيبوا الاساسيات
فما بيشتروش الحلويات. كان في مقدورتك يعني، او في كل مرة تفتكري حد منهم، اذا كان ظروفك يعني مش هي، افتكري اي حد. ربنا يوسع عليكم ويسعدكم ويبارك في حياتكم. والزمن بيلف وبيدور، وربنا بيرد اللي انت بتعمله اضعاف في بيتك، في اولادك، في حياتك. ربنا يبارككم، حافظ عليكم. ادي المنظر اللي انا بقول عليه كده. حطه في الصرف. الرص في الصرف هوريهولكم في الاخر. بندخله الفرن على 170 درجة، 180 درجة حسب الفرن بتاعك. لو كانت حامية قوي 170، لو متوسطة على 180 اوكي، مفيش مشكلة. اخلص الكمية بتاعتي واوريها لكم بعد شوية.